في لحظة معينة كلنا مرينا بيها. اللحظة اللي بتكوني فيها لوحدك والدنيا تقيلة على صدرك، والأفكار متراكمة جوه دماغك زي دوشة مش قادرة تهربي منها. وفجأة تلاقي نفسك بتعيطي، مش دمعتين وخلاص، لأ، بكاء عميق، بكاء يطلع من جوه القلب. وبعدها تلاقي جسمك هادي، ونفسك بقى أعمق، وقلبك بقى أروق، وكأنك لسه خارجة من معركة وربنا كافئك براحة من غير سبب. الراحة دي مش صدفة ولا مجرد إحساس مؤقت. في الحقيقة البكاء العميق بيكون أوقات هو الطريقة اللي ربنا بيخرج بيها الوجع اللي انتي معرفتيش تعبري عنه بالكلام. إحنا كبشر ساعات بنتحمل فوق طاقتنا، كلمة وجعت، موقف كسر، خوف كتمتيه، أو حزن قديم مخلف أثر. ومع كل ده بتفضلي ساكتة لحد ما يجي وقت ما تقدريش تستحملي تاني. وساعتها البكاء بيكون العلاج اللي جسمك بيطلبه من غير ما تستأذني. البكاء العميق بيخلي قلبك يخف، لأن ربنا خلق في الإنسان حاجة اسمها تفريغ. زي ما السما بتمطر علشان تهدى، قلبك برضه بيحتاج يمطر. والراحة اللي بتيجي بعده هي علامة إن ربنا شايف اللي جواكي وسامع صوتك حتى لو ما قلتيش حاجة. وأجمل حاجة في اللحظة دي إنك بتحسي إنك أقوى، رغم إنك كنت من شوية مكسورة. لأن البكاء مش ضعف، البكاء شجاعة، شجاعة إنك تسمحي لنفسك تكون حقيقية من غير أقنعة، ومن غير تمثيل القوة اللي ساعات بنلبسها علشان نرضي اللي حوالينا. واللي محدش بيقولهولك إن البكاء ساعات بيكون رسالة من ربنا: أنا جنبك، فض صدرك من الوجع وتعالي. الراحة اللي بتيجي بعده دي ربانية، مش بس كيمياء أو مشاعر، لأ، ده ستر. ربنا بيسترك من جوه علشان تقدري تقومي تاني من غير ما تتكسري. وده السبب إن بعد البكاء تحسي إنك شايفة الدنيا أوضح، كأن الغيامة اللي كانت على قلبك اتشالت. يمكن ما تحلتش مشاكلك، بس بقى عندك طاقة تكملي، وطاقة تفكري، وطاقة تتحملي. وعايز أقولك حاجة مهمة: لو يوم لقيتي نفسك منهارة وبتعيطي من غير ما تعرفي ليه، ما تلوميش نفسك. القلوب ليها طريقتها في الكلام، ويمكن ده كان الوقت اللي قلبك محتاج يقول تعبت، وربنا رد عليه بالراحة اللي انت حسيتي بيها بعد البكاء. خليكي مطمنة، كل بكاء صادق وراه راحة، وكل راحة وراها خطوة جديدة أحسن ليكي. وكل اللي بتعدي بيه ربنا شايفه وبيقويكي علشان توصلي لمكان أنضف وأهدى وأقرب ليه.